تخيل نفسك بهالموقف، جيت هنا وعشت 30 يوم بالصحراء، طول الفترة ما حلفك الحظ ويا عشوائية ساعة في الميدان، ولا أحد نطاك سوارة، ولا حتى ظهرت أمام الكاميرا تحكي قصتك، وبعدين يجي النصف النهائي تنطرد من البرنامج لأنه فقط أغنى 10 أشخاص يشاركون بآخر تحدي. أنا كنت واحد من هذول الأشخاص، وكانوا ويانا تقريبا 5 مشتركين آخرين بنفس الوضع، أسمينا الأندر دوغز، المهمشين مال هذا المجتمع. الأندر دوغز كان أملهم الوحيد إنه يشاركون بوحدة من التحديات حتى بلكي يزيدون أساورهم ويوصلون للنصف النهائي. كانوا تحت رحمة شخص واحد تمركزت عنده كل القوة وصار زعيم هذا المكان. ما حد راح يحميهم بعد الله غير سمير وعبد الله. فلما أنا صرت صاحب قرار منه يشارك بالتحدي القادم، أنا كنت ماخذ تعهد على نفسي وأمام زملائي كلهم إنه الأولوية للأندر دوغز وحتى أعضاء فريق. وفعلا رحت على هذول الأندر دوغز قلت لهم يلا اجتكم الفرصة، هسه منو يريد يلعب؟ وهنا صدموني، يقولون إحنا ما نريد نلعب، نريدك أنت تلعب وتاخذ السلطة من هذا الشخص الزعيم. فأنا هنا مصدوم، أنتوا ايش تحكون؟ البارحة كنتوا تقولوا لي نريد نلعب، هسه تقولون ما نريد نلعب، ودا أقنعهم هذا الشيء مو زين لكم. هم مصرين، مو مهم إحنا نفوز، المهم الزعيم يخسر. تخيلوا كل واحد منهم عايف حياته وجاي يعيش 30 يوم بالصحراء، وهسه تجي فرصة ممكن تخليه يفوز وهو يتنازل عنها من أجل هدف يشوفه أكبر. إن شاء الله بكرة مرتضى يكون إنسان جريء ويغير موازين اللعبة. فأنا دا أدق على راسي حرفيا، وما أدري هذا عمل بطولي، ما أدري غباء ومجازفة فظيعة. أنا عندي نسبة 25% فقط للفوز، وإذا خسرت السلطة كلها راح تتمركز بالزايد يم الزعيم. بس هم كانوا واثقين مني أكثر مما أنا واثق من نفسي. والمشكلة إحنا عندنا تحالف مع الزعيم كان يخدم مصالحه ويضمن له الفوز، بس أنا وافقت على التحالف من أجل هذه مجموعتنا المهمشين. فكان الموضوع فد معضلة عاطفية وأخلاقية كبيرة. بس بالأخير شفت إنه كل الناس بهذا المكان دا يتصرفون بأنانية، ومن حقهم، أنت جاي تريد تفوز، بس هذول الأشخاص الوحيدين اللي يضحون بمصلحتهم من أجل قضية أكبر من الفوز والفلوس. وهذا الشيء كان جدا ملهم إلي، فأنا قلت خلص إذا هم راح يضحون ويجازفون أنا همي أنا أجازف. بس للأسف بهذا القرار ارتكبت خطأ لحد الآن ندمان عليه. راح تشوفوه بالحلقة القادمة يوم الأربعاء الساعة 10 على MBC، ومجانا بدون اشتراك على شاهد.